عارفين ايه اللي موجود في الشنطه دي؟ قبل ما اقول لكم تعالوا خدكم على احلى مكان فيه خضار وفاكهه من كل حته في العالم. في الطبيعي الناس بتيجي هنا تجرب اكل جديد، لكن اكتر حاجه لفتت نظري هي الخضار والفاكهه. كل نوع خضار او فاكهه موجود بكل الوانه، سبحان الله. حاجات انا كنت جربتها قبل كده وحاجات كنت اول مره اجربها واشوفها. انواع والوان الطماطم حلوه قوي، والفواكه بكل انواعها، سواء اللي احنا مجربينها قبل كده بس في الموسم بتاعها او الحاجات الغريبه، يعني مثلا البرتقال الاحمر وكمان تفاح ده احمر من جوه، والجزر الابيض اللي جربته لكم قبل كده، وكمان الجزر البنفسجي والاصفر. اللذيذ بقى ان كل بلد في العالم بتيجي تعرض منتجاتها هنا، والفواكه الاستوائيه كلها موجوده زي الموز الاحمر والدراجون فروت والرامبوتان، وكمان فواكه مصريه بس موجوده باحجام مختلفه. المكان مش بس فيه فاكهه وخضار، ده كمان فيه حاجات تانية كتير زي حاجات هاند ميد واطباق وجبن ولحوم، والحاجات المشهوره عندهم الليمون باللافندر والفراوله بالشوكولاته. قولوا لي لو رحتوا المكان ايه اكتر حاجه هتعجبكم، وخمنوا ايه اللي موجود في الشنطه. ما كانش ينفع اسيب المكان ده قبل ما اجيب اكتر حاجه بحبها وهي البنجر. ما جبتش نوع واحد بس، انا جبت 3 انواع مختلفه. لو معديين بالصدفه مش هتلاحظوا جمال الخضار ده الا لو فتحته، لان شكله من بره عادي جدا، بس اول ما بتقسموه نصين سبحان الله الالوان خطيره وتقسيم الدواير من جوه. يعني ده مثلا اسمه بنجر ذهبي، وفي بنجر تاني اسمه كاندي كين علشان شبه الكاندي جدا من جوه، لونه ابيض في بينك، وده البنجر العادي اللي احنا متعودين عليه. التلاته شكلهم احلى من بعض، وطبعا فوائدهم مختلفه وليهم استخدامات كتير. استنوا الفيديو اللي جاي عشان تشوفوا الحاجات التانية اللي انا جبتها معاه والسلطات اللي عملتها بيهم، وبالهنا والشفا. اول مره اجرب البنجر الذهبي، تعالوا اقول لكم كل حاجه عنه. اول ما تشوفوه هتلاقوه عادي جدا شبه البطاطس اصلا من بره، بس اول ما تفتحوه هتلاقوه شكله حلو قوي، الوانه حلوه، طعمه مسكر شويه اكتر من البنجر العادي، ومش بتحسوا بالطعم الترابي اللي ممكن تحسوه لما بتاكلوا البنجر ني. اللذيذ فيه ان هو ممكن يتاكل ني زي ما هو، او ممكن يتعمل زي البنجر العادي بنشويه في الفرن. انا بحب احطهم في ورق فويل وادخلهم في الاير فراير، واول ما بيطلع القشره بتاعته بتتقشر بكل سهوله، وممكن تقشروها بايديكم عادي من غير سكينه. بالنسبه للفوائد الموجوده فيه، هي تقريبا زي البنجر العادي بس فيها فيتامين سي اعلى، وانواع مضادات الاكسده مختلفه في الاتنين. والبنجر العادي فيه صبغات طبيعيه يعني يقدر يصبغ الاكل اللي بيتحط عليه، لكن البنجر الذهبي لا، مش بيعمل كده. يلا نجربه في سلطه سوا. انا كنت عايزه ابين طعمه اكتر فما حطيتش حاجات كتير في السلطه، فحطيت ميكس سلطه كده فيه ورق اخضر ومعاه بنجر متقطع شرايح. حطيت البنجر الذهبي من فوق وقطعته دواير علشان شكل الدواير بتاعته الحلوه ما يضيعش. عليهم جبنه فته ورشه ملح ورشه زيت زيتون. وكمان عملت النوع التاني من البنجر بنفس الطريقه، هقول لكم على الفيديو اللي جاي. قولوا لي لو جربتوه قبل كده ولا لا، وقولوا لي ايه اغرب نوع خضار جربتوه، وبالهنا والشفا. اول مره اجرب البنجر المخطط، وده بعد ما جربت البنجر الذهبي. فتعالوا اقول لكم كل حاجه عنه والفرق بين هو من بره زيه زي اي نوع بنجر انتوا ممكن تكونوا جربتوه، لكن من جوه اول ما بتفتحوه بتلاقوه مخطط كده. بيسموه كاندي عشان شبه الكانديز او الحلويات، وليه اسماء تانية كتير لانه شبه اللعبه اللي بنرمي عليها اسهم. طريقه تحضيره عاديه جدا، بنشويه زي البنجر العادي، وممكن يتاكل ني لانه ما فيهوش الطعم الترابي اللي موجود في البنجر العادي، وممكن يتعمل مخلل بيبقى طعمه حلو قوي. انا هنا عملته في سلطه، في ميكس سلطه فيه ورق اخضر وورق بنجر وجبنه فته ورشه زيت زيتون ورشه عسل. فوائده بقى خطيره، غني جدا بفيتامين A وسي وفوليك اسيد، وفي مضادات اكسده شبه شويه اللي موجوده في البنجر العادي. واحلى حاجه عجبتني فيه ان هو حلو قوي للاطفال، علشان هو اولا شكله حلو قوي ولونه جميل، والاطفال دايما بيحبوا ياكلوا الحاجات اللي فيها حاجات ملونه كتير، وكمان هيعجبهم قوي لان هو شبه الكانديز اللي هم بيحبوها بياكلوها. جربوا وقولوا لي رايكم، قولوا لي عايزين نجرب ايه تاني المره الجايه، وبالهنا والشفا. جربتوا تاكلوا كرومب صغير قوي قد عقله الصباع؟ دي اول مره اجرب البروسيس سبراوت. هو ملوش اسم بالعربي بس تعالوا نسميه كرومب بيبي. حجمه بيكون صغير قوي، وفي كمان البيبي منه موجود في القسم بتاع الكرومب او الملفوف، وكان في منه اشكال واحجام كتير غير كرومب الكولسلو اللي احنا متعودين عليه. سبحان الله كل نوع مختلف عن التاني في اللون والشكل وتجاعيد الورق. والكرومب ده مشهور جدا في الوقت ده، ويعتبر من الحاجات السوبر فود، يعني قيمته الغذائيه عاليه جدا، علشان كده بنديه للاطفال. غني جدا بالفيتامينز والمعادن، وخصوصا فيتامين كي والبوتاسيوم. تعالوا اقول لكم ممكن نجهزه ازاي. هو مجرد ما بنغسله كويس بيكون جاهز للاكل، ولو في اي ورق بيكون في اي حاجات سودة ممكن نشيله، لكن باقي الورق لو نضيف تمام نسيبه زي ما هو. والورقه بتاعته صغيره جدا زي ما نكون كرومب كبيره بس اصغر 10 مرات. وسبحان الله لما بتفتحوه من النص بيكون ورقه زي الكرومب الكبير بالظبط بس على صغير، نفس التكوين ونفس الطعم وكل حاجه. ممكن ناكله ني زي ما هو، وممكن نضيفه في طاسه مع زيت زيتون ورشه ملح علشان بس ياخد قرمشه، ومش بتقعد على النار اكتر من دقيقتين، وممكن تدخلوه الفرن. اهم حاجه بس ياخد اللون ويكون مقرمش كده، لان ده اللي بيديله طعم ونكهه. انا عملته في سلطه مع الحاجات الموجوده في الموسم ده. استنوا الفيديو اللي جاي عشان تشوفوا السلطه شكله وطعمه وريحته حلوين قوي. وزي ما دايما بقول لكم ان اكتر وقت نحب نجرب فيه حاجه جديده هو الوقت اللي في الموسم بتاعها، بتكون طازه وفي قمه فوائدها الغذائيه. قولوا لي جربتوه قبل كده ولا لا، وعايزين نجرب ايه تاني، وبالهنا والشفا. كنت عايزه اجرب طعم الكرنب البيبي في سلطه، فقلت اعمل سلطه شتويه وخفيفه. فتعالوا نجهز كل حاجه سوا، وهنبدا بالكرنب البيبي. هنبدا نجهزه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. هنشيل اي ورق مش كويس ونقطعه نصين، ونضيفه في طاسه مع شويه زيت زيتون ورشه ملح، وهتشوحوها عادي فوق البوتاجاز. اما لو عايزينها تكون اطرى شويه ممكن تدخلوها الفرن. هنسيبها 3 دقايق على النار، وفي الوقت ده هنبدا نجهز طبق السلطه.
وفي السلطات الشتويه بميل للجرجير اكتر من الخس لانه مش بينزل ميه كتير ومش بيخلي السلطه تكون ساقعه قوي. من الحاجات الحلوه قوي في الموسم ده هي فاكهه الكاكا، هي مش بس خلت السلطه طعمها حلو، لا كمان الوانها كلها حلوه، ده غير انها في الموسم بتاعها يعني مليانه فوائد وموجوده في مصر بكميه كبيره وطعمها حلو، فاستغلوا الموسم وعملوا بيها سلطات. نيجي بقى للبروسل سبراوتس او الكرومبل بيبي، كان استوى وعمل قشره كده جميله. اي حاجه بتتشوح على النار وتاخد اللون البني ده بتدي طعم احلى ونكهه احلى، وممكن نحطها سخنه عادي مفيش اي مشكله لان دي سلطه شتويه واغلب المكونات بتاعتها دافيه. تالت اهم مكون في السلطه دي هو الرمان. مش عارفه ليه بحس ان طول ما الرمان في الموسم بتاعه لازم اضيفه دايما على السلطات كده، يبقى مكونات الطبق الاساسيه كلها جاهزه، مش باقي بس غير نعمل دريسنج خفيف. هنضيف زبادي وزيت زيتون ورشه ملح وميه الرمان. ممكن تستخدموا دبس رمان بس انا حسيت ان ميه الرمان هتخفف القوام اكتر وهتدي لون حلو وكمان هتخلي طعمه احلى. زودوا زي ما انتوا عايزين لغايه ما تشوفوا اللون اللي يعجبكم. انا حسيت ان اللون كده هادي وجميل. ممكن نضيف الدريسنج على جنب ونضيفه للسلطه وقت التقديم، او ممكن تضيفوا له على السلطه على طول لو هتاكلوه دلوقتي. ودي كانت اول مره اعمل المكونات بتاعه السلطه دي كلها مع بعض، ومش عايزه اقول لكم ازاي طعمها طلع حلو قوي، والمكونات كلها مظبوطه قوي ولايقه مع بعض، وطعم كل حاجه لوحدها حلو ومع بعض كمان حلو. جربوها وقولوا لي رايكم، واستنوا السلطات الشتويه الجايه وبالهنا والشفا. اول مره اجرب القرع الابيض، وبما اننا في موسم القرع يعني موجود بكل الالوان والاشكال والانواع، هقول لكم على انواع القرع اللي جبتها ومنها القرع الابيض. واكتشفت بعد كده ان الفرق بين انواع القرع المختلفه هي نسبه الصبغات اللي موجوده في كل واحده. زي مثلا القرع البرتقاني فيه بيتا كاروتين اعلى من القرع الابيض، والناس عاده بتستخدمه في الديكور او ممكن يستخدموه في السلطات، بس اكتر حاجه بيستخدموه فيها هي الشوربه. لاني جربت قبل كده القرع الكبير اللي لونه برتقاني، وده كان حلو جدا في السلطه لان لونه حلو وطعمه حلو وممكن يتعمل بيه اي حاجه. لكن لما جربت القرع الابيض حسيت ان احسن حاجه ممكن نعمله بيها هي الشوربه، بس علشان لونه ابيض زي ما انتم شايفين حسيت اني عايزه ازود لون للشوربه عشان تبقى مغذيه اكتر وفيها كل العناصر الغذائيه، فضفت معاه قرع برتقاني صغير وعملت بيه احلى شوربه. استنوا الفيديو الجاي عشان تشوفوا عملتها ازاي وقولوا لي جربتوه قبل كده ولا لا، وبالهنا والشفا. اللي بيحبوا يعملوا شوربه اول ما الجو يبقى برد يكملوا الفيديو للاخر. هقول لكم طريقه حلوه جديده تعملوا بيها شوربه القرع، وهعمله بالقرع الابيض اللي كلمتكم عنه في الفيديو اللي فات. اول حاجه اختاروا قرع حجم متوسط مش كبير ولا صغير، وافصلوا بس الجزء اللي من فوق عشان يكون الغطا. هننضف الجزء اللي جوه الموجود فيه البذور، وبالسكينه هنحاول نقطع كل اجزاء القرع الموجوده من جوه لان هو ده اللي هيبقى اساس الشوربه. بس خلوا بالكم وانتوا بتستخدموا السكينه لان الالياف بتاعه القرع قاسيه جدا، وبعد ما تطلعوا كل اجزاء القرع اللي من جوه حاولوا تنضفوها كويس قوي بالمعلقه علشان تتاكدوا انكم اخدتوا اكبر جزء ممكن. هنضيف الاجزاء اللي قطعناها وهنحط عليها جزر ابيض وفصين توم وطماطم صفرا، ممكن تحطوا اي طماطم انتوا بتحبوها. وعلشان ازود للشوربه الوان اكتر وفايده اكتر زودت عليهم واحده قرع بيبي صغير بيكون لونه برتقاني فالفايده بتكون اعلى. هنرش عليهم زيت زيتون ورشه ملح وندخلها الفرن على اعلى درجه حراره، وبعد ما بتخرج من الفرن بتكون الالياف بتاعته طريه شويه. هنضيف كل الحاجات اللي شويناها في الخلاط مع اي نوع شوربه عندكم، شوربه فراخ او لحمه او خضار. هنضيف التوابل فلفل اسود وبابريكا وبصل وشويه لبن من فوق وهنسخنها شويه على النار، وبس كده تبقى الشوربه جاهزه. وهنقدمها في نفس القرع اللي احنا فضيناه الاول. شكلها طلع حلو قوي وزينتها بشويه كريمه من فوق، وكنت عايزه احط طماطم بس وقعت، وشويه بقدونس. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي، ريحتها خطيره وبتدفي وحلو قوي للاطفال لو اقل من سنه، بس لو نشيل الملح. جربوها قولوا لي رايكم بالهنا والشفا. دي جبنه بطماطم، ودي اكتر اكله بحبها في الفطار من وانا صغيره، بس تعالوا ندلعها شويه ونعملها بطريقه مختلفه. اول فكره جت في بالي لما شفت الطماطم لونها اصفر وحلو كده اني اعملها مع جبنه قريش بس بالبنجر. لو حطيتوا جبنه قريش مع بنجر وزيت زيتون ورشه ملح هيطلع لونها خطير كده وهيعجب الاطفال جدا. ومش شرط تحطوا عليها طماطم صفرا، ممكن تحطوا عليها الطماطم الحمراء العاديه، بس اهم حاجه لو اطفالكم اقل من 4 سنين تقسموا الطماطم نصين، رشه بقدونس من فوق وعليهم رشه زيت زيتون. حلوه قوي في الفطار مع عيش بلدي او عيش لبناني، او ممكن تاكلوها لوحدها خالص من غير عيش، وممكن تعملوها سندوتشات للاطفال في المدرسه، وكده تبقوا ضربتوا عصفورين بحجر، عملتوا حاجه طعمها حلو وشكلها حلو وفي نفس الوقت مغذيه للاطفال. جربوها وقولوا لي رايكم بالهنا والشفا. اول مره اجرب الرمان الابيض، وهقول لكم الفرق بينه وبين الرمان الاحمر اللي متعودين عليه. اول ما شفته افتكرته الرمان مش مستوي، بس قلت جربه وقارنه بالرمان الاصلي. من بره لونه فاتح جدا، ولما فتحته لقيت ان الحبوب اللي جوه لونها بينك قريب من الابيض. افتكرت ان طعمه هيبقى مزز، بس المفاجاه ان طعمه طلع مسكر اكتر من الرمان الطبيعي ومن غير مزازه او اي طعم ساور. وسبحان الله الحبات بتاعته كلها شبه بعض ولونها جميل جدا وفاتح، وتنفع في الحلويات او عصاير او حتى كمان في السلطات. وعلشان تعرفوا الفرق جبت معايا رمان احمر عادي، وكانت الحبوب من جوه لونها احمر طبيعي وحلو قوي وطعمها مسكر وحلو، بس فيها المزازه الطبيعيه بتاعه الرمان. وفي الاخر النوعين حلوين قوي ومليانين فوائد وفيتامينز ومعادن مفيده للجسم. وسبحان الله كل نوع فاكهه فيه الوان كتير مختلفه. قولوا لي ايه اكتر فاكهه غريبه جربتوها، واستنوا الوصفه اللي جايه عشان تشوفوا عملت ايه بالرمان في السلطات. اسهل طريقتين تفصصوا بيها الرمان مش هتاخد منكم اكتر من دقيقتين. اول طريقه هنجيب الرمانه ونقطع التاج اللي بيكون موجود من فوق. بعد ما نشيله هيبان معانا جسم الرمانه متقسم لفصوص. هنحاول نعمل قطع سطحي بالسكينه
بطول الرمانه حوالي 4 أو 5 مرات، بس بنضمن ان احنا ما نوصلش للاخر. نحاول بعد كده بالراحه نضغط على الرمانه عشان نفتح الفصوص ونفصلها عن بعض. لما تعملوا الخطوه دي هتلاقوا حبوب الرمان كامله معاكم ومش مقسومه نصين او متبهدله او بايظه، واحسن بكتير من اننا نقطع الرمانه بالنص. بعد ما نفتح الفصوص نقلبها ونحاول نخبط عليها بحاجه بالراحه علشان كل حبات الرمان تنزل كامله. تاني طريقه ودي حلوه قوي لو مش عايزين تعملوا دوشه كتير بالحاجات اللي بتخبطوا بيها، نعمل نفس الحاجه اللي عملناها في الرمانه الاولى. هنفصل التاج وهنقطعها فصوص، بس هنفصل الفصوص عن بعض وكده يبقى كل فص واضحه الحبات بتاعته، وهنحاول نفصصه بايدينا بالراحه، وكده يبقى عندنا رمان متفصص جاهز. ممكن تحفظوه في علبه في التلاجة. استغلوا الموسم وفصصوا رمان كتير على قد ما تقدروا، وبالهنا والشفا. عندي مفاجأة كبيرة، معايا جزر أبيض. هطبخلك شوربة بندق على العشاء، أحلى أكلة مفاجأة. جربتوا الجزر الابيض قبل كده؟ لما شفت المشهد ده من الفيلم ولقيت ان ممكن نعمل وصفات وسلطات كتير بالجزر الابيض، وكمان ممكن نقدمه للاطفال. حسيته هيكون حلو، خصوصا بعد ما جربت الجزر البنفسجي وطلع طعمه حلو قوي. لقيته في كذا مكان وباحجام مختلفه، وسعره كان رخيص جدا، تقريبا بنفس سعر الجزر العادي. وبعدين قريت عن الفوائد بتاعته وطريقه طبخه، اكتشفت انه غني جدا بالفوائد وفيتامين سي وكي وفوليك اسيد، يعني مناسب جدا في الحمل وكمان للاطفال. والفرق بينه وبين الجزر العادي ان الجزر الابيض بيكون طعمه احلى في الشوربه والشوي، وطعمه اكنه فيه توابل زي جوز الطيب او الفلفل الابيض كده. ممكن يتاكل ني مع السلطات، بس يكون مبشور علشان الانسجه بتاعته تكون طريه شويه، وكمان لان القلب بتاعه من جوه بيكون قاسي شويه وصعب في المضغ لو كان ني، لكن ممكن يتحط في شوربه عادي لانه بيكون اطرى مع الطبخ. وممكن نقطعه بالطول ونشويه او نحطه في الاير فراير ونقدمه للاطفال، او ممكن نضيف عليه زيت زيتون وملح ورشه دبس رمان وندخله في الفرن او الاير فراير ونحطه على السلطه. استنوا سلطه الجزر الابيض في الفيديو اللي جاي وقولوا لي عايزين نجرب ايه تاني، وبالهنا والشفا. معايا جزر أبيض، هطبخلك شوربة بندق على العشاء، أحلى أكلة. بس انا مش هعمل شوربه، هعمل لكم احلى سلطه جزر ابيض، ودي تقريبا اغرب سلطه عملتها لاني ما كنتش عارفه المكونات هتطلع عامله ازاي. استنوا اخر الفيديو علشان تشوفوا حلوه ولا لا. قطعت الجزر وضفت له زيت زيتون ودبس رمان ورشه ملح وسويته في الاير فراير. بعدها قطعت تفاح شرايح صغيره، وضفت خس احمر واخضر عشان يدي السلطه لون شويه. السلطات المشويه اتاكدوا ان الخس بيكون ناشف تماما. وضفت شويه جزر ابيض ني وشويه تفاح وجبنه فت. وبعدين طلعت الجزر من الاير فراير وكان استوى، وضفت عليه تاني اغرب مكون في السلطه وهو الرمان الابيض. وعشان الدريسنج حطيت زيت زيتون ودبس رمان ورشه ملح وليمون، نفس الحاجات تقريبا اللي استخدمتهم مع الجزر الابيض، بس ضفت عليهم ليمون. قلبوها كويس قوي وضيفوها على السلطه قبل ما تاكلوها على طول. شكلها طلع حلو قوي، بس خفت اجربها يطلع طعمها مش حلو، بس المفاجاه ان طعمها طلع احلى مما تخيلت بكتير. المكونات كلها لايقه على بعض، السكر الموجود في الجزر الابيض والرمان والتفاح مع الجبنه الفته طعمها مالح شويه، عاملين مع بعض ميكس حلو قوي. جربوها وقولوا لي رايكم، بالهنا والشفا. اول ما بشوف الفراوله بتلمع كده وموجوده كتير في الموسم بتاعها، اول حاجه بفكر اعملها سلطه الفراوله، وهقول لكم ازاي بخطوات بسيطه ومن غير مجهود تحولوها من سلطه عاديه وممله لسلطه بتاكلوها كل يوم في الشتاء. اول حاجه تنقوا فراوله حجمها متوسط، مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. ممكن تضيفوا معاها فاكهه تانية زي مثلا التوت او الحرنكش، بيكون طعمهم حلو قوي مع بعض. واهم خطوه في السلطه دي هي الورق الاخضر اللي بنضيفه مع الفراوله. بعد تجربه سلطات كتير لقيت ان اكتر حاجه بتليق مع الفراوله هي الجرجير. اهم حاجه يكون متنشف كويس جدا، علشان الفراوله سلطه شتويه بحس ان الجرجير ينفع معاها اكتر من الخس، علشان كمان طعمه مميز وبيدي نكهات حلوه للسلطه. وعلشان السلطه تكمل ويكون ماستر بروتين كويس نضيف اي نوع جبنه من فوق. انا هنا ضفت جبنه قريش، ممكن تستخدموا حلومي او فت مع رشه اي نوع مكسرات من فوق. انا هنا استخدمت فستق. والدريسنج بتاعها مش هتضيفه غير مكون واحد بس، انا كنت محتاره بين العسل ودبس الرمان، بس حسيت ان دبس الرمان فيه حاجه اكتر من العسل، وهي المزازه بتاعته اللي بتخلي السلطه طعمها احلى. وكده سلطه الفراوله تكون جاهزه وفيها اكتر من طعم. نكهه الجرجير حاده شويه مع السكر اللي في الفاكهه، طعم كريمي في الجبنه وملح في الفستق والمزازه دبس الرمان. جربوها قولوا لي رايكم، بالهنا والشفا. حاولوا تستغلوا موسم فاكهه الكاكا وتاكلوها لوحدها او تعملوها في احلى سلطه شتويه، وده لان فوائدها هايله وخطيره جدا، زي مثلا انها غنيه بفيتامين اي وسي، وغنيه بمضادات الاكسده ومليانه الياف. ممكن نزود الالياف شويه كمان ونعملها في سلطه. زي ما اتفقنا ان في السلطات الشتويه بنضيف جرجير، المره دي ضفت عليه سبانخ، وبعدين نضيف الفاكهه. وطول ما الفاكهه في الموسم بتاعها بتبقى هايله في السلطه، ونضيف شويه جبنه قريش عشان نزود بروتين، وكمان عشان يبقى فيها طعم كريمي ويبقى فيه كل النكهات موجوده في السلطه. الدريسنج ما احتاجتش اكتر من دبس رمان علشان يكمل طعم السلطه، ودي اكتر حاجه بحبها في سلطات الشتاء، انها مش بس سهله وسريعه وخفيفه، لكن كمان علشان الفاكهه والخضار اللي بيكونوا موجودين في فصل الشتاء بيكون طعمهم حلو قوي وفوائدهم في اعلى مستوياتها. وبعد ما جربت السلطه حسيت ان طعمها حلو، بس كان ناقصها حاجه لو كانت اتضافت ليها كان خلت طعمها احلى بكتير. قولوا لي تفتكروا ايه الحاجه الناقصه وجربوها قولوا لي رايكم، بالهنا والشفا. لو جربتوا الفراوله البيضاء وعجبتكم جربوها في سلطه هتعجبكم اكتر. من اكتر السلطات اللي بحبها هي السلطات اللي فيها فراوله، فقلت لازم اجربها بالفراوله البيضاء. طعمها حلو جدا، قريبه جدا من الاناناس وفيها سنه فانيليا. لما ضفتها على السلطه مع الفراوله العاديه عملت ميكس حلو قوي ونكهات مختلفه، خلى السلطه بجد احلى سلطه فراوله دقتها في حياتي. كنت عايزه اضيف خضار وفاكهه يليقوا مع طعم الفراوله، فضفت حرنكش بما انه الموسم بتاعه، فجل احمر علشان يدي قرمشه ويكون خضار ليه طعم في السلطه. وسلطه فراوله يعني جبنه، ضفت جبنه سوري ولوز محمص.
ومكونات السلطه دي كلها هتعمل ميكس حلو مع بعض لما نضيف لها دريسنج من جرين هاوس، خفيف ولذيذ وفيه فراوله ولوز، مكونات كلها طبيعيه، وكل المكونات دي امنه جدا للاطفال، اهم حاجه ما يكونش عندهم حساسيه منها. السلطه دي تنفع جدا لرمضان، هيكون خفيف جدا على السفره بعد يوم طويل من الصيام. جربوا تعملوا السلطه ودوقوها لاطفالكم وقولوا لي عجبتهم ولا لا، وقولوا لي ايه اغرب حاجه ممكن تكونوا حطيتوها على سلطه. واستنوا الفيديو اللي جاي هنعمل فيه وصفات اكتر بالفراوله البيضاء. خمن الوصفه اللي جايه ايه، وبالهنا والشفا. بما اننا في موسم القرع عملت سلطه شتويه وخفيفه مكوناتها كلها لايقه على بعض، دافيه ومريحه للمعده وطريقتها سهله جدا. بس في غلطه عملتها كانت هتبوظ السلطه، هقول لكم عليها اخر الفيديو. هنبتدي بالقرع، هاتوا اي نوع انتوا بتحبوه، هنقطعه ونضيف عليه ملح ورشه زيت زيتون ونقلبه كويس لغايه ما الزيت يتغلف بيه ونسويه في الفرن او الاير فراير. وعلى بال ما القرع يستوي هنجهز المكون الاساسي في السلطه وهو الكيل. الكيل مليان فوائد وطعمه حلو جدا في السلطه. الورق بتاعه بيكون ناشف شويه، بنضيف له زيت زيتون وملح، بنعمل له مساج كويس قوي بايدينا علشان الانسجه بتاعته تكون اطرى ونعرف ناكلها وتكون سهله في الهضم. بعد ما تعملوا الخطوه دي هتلاقوه بيلمع كده وكده يكون جاهز للاكل. هنضيف جبنه فته او اي نوع جبنه انتوا بتحبوها، هتليق جدا مع السلطه دي. الجبنه هتكمل مكونات السلطه وكمان مصدر بروتين خفيف. وبعدها هنضيف القرع المشوي، وكده السلطه مش ناقصها غير شويه رمان من فوق، بيخلي السلطه فيها مزازه وطعم حلو اكتر، والسلطه كلها الوان يعني فوائدها اكتر بكتير. جربوا سلطه القرع بس ما تنسوش تقشروه. واستنوا الفيديوهات اللي جايه وصفات تانية للقرع، وبالهنا والشفا. لو عايزين تاكلوا سلطه كل يوم وكل مره تاكلوها هتلاقوها فريش زي اول مره، يبقى الحل هو انكم تعملوا السلطات في برطمانات. اول حاجه هنحطها هي الدريسنج. انا عملت هنا دريسنج بالجبنه القريش بالبنجر، بعدها حاجه ناشفه او مقرمشه زي الكرنب البنفسجي عشان ياخد من طعم الدريسنج. كده انتوا فصلتوا الدريسنج عن باقي الحاجات. ممكن بقى تحطوا اللي انتوا عايزينه، حطيت خيار وطماطم صفراء، ومش شرط تحطوا نفس الحاجات بالظبط، ضيفوا اي حاجه انتوا عايزينها، وده الهدف من السلطه انكم تبقوا متشجعين تاكلوها كل يوم. وبعدين ضفت فلفل احمر بس مش كتير، وفلفل الوان. انا هنا ضفت البرتقاني علشان يكون كل الالوان موجوده. وبعدها ضفت للسلطه اكتر حاجتين بحبهم، الذره والرمان. والرمان في الموسم بتاعه، فلو بتحبوه هاتوه حطوه على كل السلطات بتاعتكم. واخر حاجه خالص الورق الاخضر، سواء جرجير او خس او ميكس سلطه، المهم انه يتحط اخر حاجه في البرطمان علشان ما يتبلش. لو عملتوا سلطات الاسبوع بنفس الترتيب هتفضل دايما طازه وطعمها حلو، وهتبقوا عملتوها مره واحده، يعني مش هتحتاجوا تقطعوا خضار كل يوم وتفصصوا رمان. ووقت التقديم او الاكل اقلبوها في طبق وقلبوها، هتلاقوها حلوه قوي اكنكم لسه عاملين. استخدموا اي نوع برطمانات، انا هنا استخدمت 3 عندي كان موجود فيهم ورق عنب. المهم تغسلوهم وتنشفوهم كويس واعملوا سلطات كل يوم، وبالهنا والشفا. هقول لكم على احلى وصفات بالبنجر للاطفال، وده الجزء الثاني بعد جزء سلطات البنجر. طبعا اشهر واسهل حاجه بتتعمل بالبنجر هو العصير، علشان بيكون حاجه صحيه وسهله ممكن نديها للاطفال. وعلشان اسهل على نفسي بجيب البنجر جاهز من جرين هاوس، او ممكن تجيبوه طازه من الموسم بتاعه، وبيكون في نفس الموسم كل الحاجات اللي فيها فيتامين سي. وفي العصير ممكن يتعمل ني او ممكن يتشوي في الفرن مع عصير برتقال او فراوله، وبيطلع احلى عصير. الوصفه اللي بعد كده مليانه بروتين ولذيذه قوي، لو عملناها للاطفال مش هيحسوا بطعم البنجر ولا طعم الجبنه. ودي اسهل جبنه قريش بالبنجر مع زيت زيتون ورشه ملح. ضيفوا لها اي نوع طماطم انتوا بتحبوه. انا حطيت لها تشيري توميتو الصفراء عشان اخلي الالوان حلوه شويه، وكده يبقى عندكم احلى طبق جبنه مليان خضار. الوصفه اللي بعد كده ودي اكتر واحده بحبها لانها تقريبا اكتر واحده بعمل بيها وصفات، وهي الحمص بالبنجر. الحمص نوع من انواع البروتين النباتي، ولما بنحط عليه بنجر بيزود الفايده بتاعته، فبحب استغل كل الفوائد دي واعمل بورد للاطفال مليانه خضار. لما نقدمها للاطفال هيبداوا يستكشفوا انواع الخضار اللي بيحبوها، وبكده نبقى زودنا بروتين وحديد والياف، وخلينا الاطفال ياكلوا خضار كتير، وكل ده في وجبه واحده بس. والحمص نفسه طريقته سهله جدا ومكوناته مش كتير. حمص، طحينه، ليمون، زيت زيتون، فص واحد بس توم ورشه ملح، وبيكون الحمص جاهز. والحلو ان فيه ممكن تحطوه على توست او تحطوه على عيش لبناني، وممكن كمان تعملوا نفس الميكس بس تخففوه شويه وتعملوا صوص للمكرونه، او تحطوه جنب البيض او الجبنه في الفطار. ومش بس طعمه حلو وشكله حلو، ده كمان بيكمل الفطار وبيكمل الفوائد بتاعته. وجربوه في فطار الجمعه جنب الفول، بيبقى حلو جدا. الطريقه الرابعه اللي بحب استخدم بيها البنجر هي اني بحطها على الزبادي وبضيف له شويه جرانولا وفاكهه، لذيذ قوي للاطفال وبيكون احسن من زبادي الفراوله اللي بيكون جاهز وفيه حاجات مصنعه. او ممكن طريقه تانية نزود البنجر على الزبادي ونعمله صوص يتحط على البطاطا، بتكون لذيذه قوي في الشتاء ومليانه فوائد وبتدفي. وضيفوا عليها اي نوع فاكهه انتوا بتحبوه، وحاولوا تجربوا فاكهه الموسم لانها بتكون في اعلى فوائدها. الطريقه اللي بعد كده هي ان اي صوص بيتحط في السندوتشات بحب احط عليه بنجر، بحس ان لونها وشكلها بقى احلى. وكمان لو عندكم حفله صغيره او عايزين تاكلوا حاجه جنب الشاي، اعملوا السندوتشات الصغيره دي هتعجبهم قوي. واخر حاجه ودي ألذ وصفه عملتها هي الفلافل بالبنجر، ودي مش محتاجه اكتر من انكم تفرموا بنجر مع عجينه الفلافل نفسها، بيطلع باللون الخطير ده، ممكن تعملوا بيها احلى سلطه. قولوا لي اكتر وصفه عجبتكم، بالهنا والشفا. لو في 2 صحاب هيكملوا مع بعض طول عمرهم يبقوا الحديد وفيتامين سي. والذ حاجتين ممكن تطبقوا فيها الموضوع ده هو عصير البنجر وحمص بالبنجر. وممكن نضيف للحمص فيتامين سي سواء بالليمون اللي احنا بنحطه عليه، او نحط جنبه خضار زي فلفل الوان وجزر. مش متخيلين كميه الالوان بتفيد بعض ازاي لما بتتاكل مع بعض. نيجي بقى لعصير البنجر، وده اللي ممكن تلعبوا فيه زي ما انتوا عايزين. هنقشر بنجر ني ونضيف معاه اي فيتامين سي بنحبه، زي مثلا جريب فروت او برتقان او ليمون، مع اي حاجه تانية انتوا بتحبوها زي مثلا تفاح او برق. مفيد جدا للوقايه من الانيميا ونضاره البشره، وكمان بيقوي المناعه. فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد، وعشان كده بقول للامهات اللي عندهم اطفال
تفتكروا ايه اللي بيحصل في اجسامنا لما ناكل الاكل في الموسم بتاعه؟ الاكل لما بيكون طازه ولسه مقطوف من الشجر، المكونات بتاعته والفيتامينز والمعادن بتكون في قمه فوائدها، ده غير انها بتكون موجوده بكميات كبيره وسعرها بيكون مناسب جدا. القرع مثلا بيدفي الجسم وبيحميه من الامراض لانه فيه فيتامين اي وسي، والرمان غني جدا بمضادات الاكسده، وكمان التفاح وغني جدا بالالياف. فلو قررتوا تعملوا سلطه بالحاجات دي مع بعض هتبقى من احلى السلطات اللي ممكن تاكلوها. ولو انتم متعودين على الخس في سلطات الصيف، جربوا الكيل في سلطات الشتاء او الخريف. مش متخيلين كميه الفوائد الموجوده فيه، ده غير ان السلطه هتبقى حلوه وكمان دافيه ومريحه للمعده. ومن الحاجات اللي حلوه قوي في الخريف البرتقال بكل انواعه، وكمان الجزر بكل انواعه والوانه. الجزر الابيض لو لقيتوه في المكان اللي انتوا عايشين فيه حاولوا تجربوه في شوربه او سلطات، طعمه مسكر وحلو جدا ومغذي ومليان فوائد وبالذات للاطفال. وما تنسوش الحاجات المشتركه ما بين الصيف والخريف زي الخوخ مثلا، بيكون الموسم بتاعها لسه ما خلصش وبتكون كمان فوائدها. قولوا لي ايه اكتر حاجه بتحبوها في خضار وفاكهه الموسم ده، وبالهنا والشفا. كنتوا عارفين ان الاطفال المفروض تاكل 5 من الخضار والفاكهه على مدار اليوم؟ هقول لكم ازاي نعمل ده في وجبه واحده بس. هنعمل الحمص بالطريقه العاديه او نجيبه جاهز، بس يفضل بالطريقه العاديه. هنزود زيت زيتون وليمون والخضار اللي انتوا عايزينه. انا هنا زودت بنجر وبقدونس، واللون التالت عملته بالكركم، لونهم بيكون حلو قوي، ده غير ان فوائدهم عاليه جدا. البنجر عشان انيميا ناقصه الحديد، والكركم بيقوي المناعه خصوصا في الايام دي، والبقدونس مضاد للالتهابات. كده ضفنا نوعين خضار، البنجر والبقدونس. ومع الحمص ممكن تضيفوا اي خضار ني ممكن الاطفال ياكلوه. انا هنا ضفت فلفل الوان وخيار وطماطم، بس خلوا بالكم لو الطبق بيتقدم لاطفال اقل من 4 سنين لازم تقسموا الطماطم نصين، علشان الطماطم لما بتكون بالحجم ده ممكن لا قدر الله يبلعوها. ممكن كمان تضيفوا كرفس وجزر وتحطوا الطبق في مكان واضح في البيت من غير ما تقولوا للاطفال ياكلوا. هتلاقوهم تلقائيا بيروحوا ويجربوا الحاجات دي ويكتشفوا هما بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه، واخر اليوم هتلاقوا ان شاء الله الطبق خلص وبالهنا والشفا. اكل الاطفال مش هيبقى ممل لو كان مليان الوان وبنعمله بطريقه جديده كل مره. المكرونه من اكتر الاكلات اللي بيحبوها الاطفال والكبار كمان، ممكن نخليها مليانه الوان ومغذيه اكتر، وبكده الاطفال هيحبوها ونكون حققنا المعادله الصعبه. اول حاجه فكرت فيها لما لقيت المكرونه الالوان، الاصفر مكرونه عاديه، والاحمر بالطماطم، والاخضر بالسبانخ. قطعت خضار كتير بكل الالوان مع دريسنج خفيف كده ولذيذ عشان يخلي المكرونه طعمها حلو. مش محتاجين اكتر من زبادي وزيت زيتون وملح وفلفل وليمون، وممكن تضيفوا معلقه مايونيز لايت لو عايزين الطعم كريمي اكتر. وبعد الخطوه دي ممكن تخلوا الاطفال يساعدوكم ويضيفوا مكونات المكرونه على بعض، ودي خطوه حلوه جدا تخليهم يحبوا الاكل الصحي من وهم صغيرين ويحبوا الطبخ. وممكن كمان تبداوا تعلموهم النشويات موجوده فين والفيتامينز والمعادن والبروتين. وكده المكرونه تكون جاهزه. ممكن تضيفوا لها تونه او فراخ متقطعه صغير لو عايزين بروتين زياده. وفي حاجه حلوه قوي في الطبق ده انه فيه اكتر من لون واكتر من قوام واكتر من طعم، وده بيخلي الاطفال ما يزهقوش من الاكل اللي بياكلوه عكس الاكل اللي كانوا بياكلوه وهم صغيرين. جربوا الوصفه دي وقولوا لي عايزين وصفات ايه تاني، وبالهنا والشفا. سلطة فلافل حمص من بلاد الشام، تغيير شوية عن الشكل التقليدي اللي بناكل بيه فلافل الحمص واللي عادة بيكون في عيش صاج معاه تومية. جربوا تضيفوها في سلطة، وهقول لكم على مكون سري هيخلي الفلافل طعمها حلو قوي والاطفال كلهم بيحبوه. حطيت جرجير معاه خس وعليه سلطة طحينة، وكل ما تزودوا خضار كل ما السلطة تكون احلى. انا زودت بصل وطماطم صغيرة. انتوا بتعملوا عجينة الفلافل ضيفوا على الحمص بنجر مشوي، ده هيخلي لونها احلى وفايدتها اعلى. والفلافل حلاوتها انها ممكن تتعمل باكتر من طريقة، سواء بالحمص زي ما بيعملوها في بلاد الشام او بالفول زي ما بنعملها في مصر وبنسميها طعمية. الاثنين احلى من بعض سواء بالحمص او بالفول، ومغذية ومصدر بروتين نباتي حلو. ولو عايزينها صحيه اكتر ممكن تعملوها في الفرن او في الاير فراير. قولوا لي حابين السلطه الجايه تكون ايه ومن بلد ايه، وبالهنا والشفا. كنتوا تعرفوا ان الحرنكش اصله مش مصري؟ استغربت جدا لما عرفت المعلومه دي، خصوصا ان هو بيتباع في كل حته في مصر تقريبا، ومشهور زراعته في مناطق كتير قوي في مصر، خصوصا في الفيوم والجيزه وكمان صعيد مصر. موطنه الاصلي بيرو وكولومبيا، ووصلوا مصر تقريبا في نهايه القرن 19 وبداوا يزرعوه في مصر وينشروه بطريقه واسعه جدا. كلنا عارفين طريقه واحده بس لاكل الحرنكش، وهي اننا ناكله كفاكهه لوحده، بس بما اني بحب السلطات اللي فيها فاكهه فقلت ليه ما احطوش على سلطه، بس قلت اجربه كده في مكونات هاديه عشان اشوف طعمه هيبقى عامل ازاي. كل اللي محتاجينه عشان تعملوا سلطه حرنكش هاديه جرجير واي نوع جبنه. انا ضفت هنا جبنه فته وحرنكش معين جمل ودبس رمان. الميكس ده مع بعض طلع حلو قوي، ورشيت عليه رشه جبنه بارميجان من فوق. وطعم السلطه دي شبه شويه طعم السلطه اللي بالفراوله. الناس اللي بتحب في سلطه الفراوله بالسبانخ والجرجير في العزومات هتحبوا دي جدا. كان نفسي ادخل بنجر في السلطه زي كل مره، بس قلت اشربه المره دي احسن. جربوها قولوا لي رايكم، قولوا لي حابين السلطه الجايه ايه ومن بلد ايه، وبالهنا والشفا. السلطات ملهاش قواعد معينه، دي جمله دايما بقولها لما بعمل لكم اي سلطه، بس اللي اكتشفته بعد كده ان السلطه زي الطبخ بالظبط، ليها قواعد مش معقده قوي، مجرد حاجات سهله وبسيطه لو عملتوها على حسب ذوقكم تحطوا المكونات اللي انتوا عايزينها وهتعملوا احلى سلطه ممكن تتخيلوا. ومن الحاجات اللي خلت الناس ما تاكلش سلطه كتير او ما تحبهاش قوي وتربطها دايما بالدايت ان السلطات مش واخده حقها، واوقات بتكون ممله، اوقات بتكون اتعملت غلط فالمكونات طعمها مش باين قوي في السلطه، واوقات بيكون طريقه تقديمها غلط، زي مثلا اننا نحط الدريسنج من قبلها بكتير فبتبقى السلطه كلها ميه والخضار مش ماشي مع الدريسنج بتاعته، وممكن يكون ده اللي بيخليها اخر
حاجه تخلص على الترابيزه او ممكن تقعد لحد تاني يوم. وعلشان بحب السلطه وجربت كتير اعمل سلطات منها اللي طلع حلو ومنها اللي طلع مش حلو، هقول لكم في سلسله الفيديوهات اللي جايه انواع السلطه وازاي نحط ايه مع ايه، وانواع الدريسنج اللي ممكن يليق على كل سلطه، السلطات اللي ممكن تنفع للاطفال او لا، ازاي نعمل سلطه ممكن تتاكل جنب الاكل او سلطه ناكلها لوحدها، وطريقه تقطيع الخضار في كل سلطه، وازاي ندخل الفاكهه في السلطه بطريقه حلوه وخفيفه وما تكونش مسكره. في اخر الفيديو السلطه دي كان المفروض تكون سلطه فتوش بس ناقصها حاجات كتير، قولوا لي في الكومنتس الحاجات اللي ناقصه. استنوا الفيديوهات اللي جايه هقول لكم ازاي تعملوا احلى سلطه وبالهنا والشفا. لو بتحبوا تقروا كتب او مش بتحبوا هقول لكم على كام كتاب حلوين جدا ومش هيخليكم تزهقوا، في نفس الوقت مفيدين جدا لو ام وعندك اطفال. وهبدا لكم بالترتيب من بدايه عمر الاطفال. اول كتاب ذا يامي مامي بيقولك ازاي تغذي نفسك وتغذي طفلك اثناء الحمل عشان طفلك ياخد التغذيه السليمه اثناء تكوينه. وبعدها بتيجي فتره الويننج او اننا ندخل اكل للاطفال، وده بيكون من الشهر الرابع للسادس للطفل لانه قبل كده بيكون معتمد على لبن الام. الكتابين دول بيتكلموا عن ازاي وامتى ندخل اكل للاطفال، والعلامات اللي بتقول ان الطفل جاهز للاكل، وايه الوصفات اللي ممكن نعملها. في المرحله اللي بعد كده بيكون الطفل كبر وداق وجرب اغلب انواع الاكل، بتيجي بعد كده الفتره اللي بيدخلوا معانا فيها المطبخ. الكتابين دول بيتكلموا عن وصفات للاطفال من عمر سنه، وصفات سهله وصور لذيذه علشان يعرفوا يعملوها بسهوله. وده برضو كتاب طبخ بس بطريقه مبسطه قوي للاطفال الصغيرين، في وصفات خفيفه ولذيذه وسهله تتعمل ومكتوب التعليمات بطريقه مبسطه جدا، وده الاطفال هيحبوه جدا لانه مليان صور والوان. المرحله اللي بعدها لو اكتشفتي ان طفلك مثلا عنده ADHD، الكتاب ده حلو قوي خصوصا انه معمول بطريقه مناسبه جدا للناس اللي عندهم ADHD. والجزء المهم واللي انا كنت جايبه الكتاب علشانه هو جزء التغذيه. سبت لكم بقى اهم كتاب للاخر، وده بيتكلم عن الاطفال اللي عندهم حساسيه وبيشرح الفرق بين الحساسيه وعدم الاحتمال، ازاي نكتشف ده ونتعامل معاه من البدايه. قولوا لي حبيتوا انهي كتاب فيهم واكتبوا لي لو عايزين تعرفوا انا بجيب الكتب من فين. الورق بتاعه بيكون ناشف شويه، بنضيف له زيت زيتون وملح، بنعمل له مساج كويس قوي بايدينا علشان الانسجه بتاعته تكون اطرى ونعرف ناكلها وتكون سهله في الهضم. بعد ما تعملوا الخطوه دي هتلاقوه بيلمع كده وكده يكون جاهز للاكل. هنضيف جبنه فته او اي نوع جبنه انتوا بتحبوها هتليق جدا مع السلطه دي. الجبنه هتكمل مكونات السلطه وكمان مصدر بروتين خفيف. وبعدها هنضيف القرع المشوي، وكده السلطه مش ناقصها غير شويه رمان من فوق يخلي السلطه فيها مزازه وطعم حلو اكتر، والسلطه كلها الوان يعني فوائدها اكتر بكتير. جربوا سلطه القرع بس ما تنسوش تقشروه. استنوا الفيديوهات اللي جايه وصفات تانية للقرع وبالهنا والشفا. جربتوا الجزر الابيض قبل كده؟ عندي مفاجأة كبيرة. معايا جزر أبيض، هطبخ لك شوربة بندق على العشاء، أحلى أكلة مفاجأة. لما شفت المشهد ده من الفيلم لقيت ان ممكن نعمل وصفات وسلطات كتير بالجزر الابيض، وكمان ممكن نقدمه للاطفال. حسيته هيكون حلو خصوصا بعد ما جربت الجزر البنفسجي وطلع طعمه حلو قوي. لقيته في كذا مكان وباحجام مختلفه وسعره كان رخيص جدا، تقريبا بنفس سعر الجزر العادي. وبعدين قريت عن الفوائد بتاعته وطريقه طبخه، اكتشفت انه غني جدا بالفوائد وفيتامين سي وكي وفوليك اسيد، يعني مناسب جدا في الحمل وكمان للاطفال. والفرق بينه وبين الجزر العادي ان الجزر الابيض بيكون طعمه احلى في الشوربه والشوي، وطعمه اكنه فيه توابل زي جوز الطيب او الفلفل الابيض كده. ممكن يتاكل ني مع السلطات بس يكون مبشور علشان الانسجه بتاعته تكون طريه شويه، وكمان لان القلب بتاعه من جوه بيكون قاسي شويه وصعب في المضغ لو كان ني، لكن ممكن يتحط في شوربه عادي لانه بيكون اطرى مع الطبخ. وممكن نقطعه بالطول ونشويه او نحطه في الاير فراير ونقدمه للاطفال، او ممكن نضيف عليه زيت زيتون وملح ورشه دبس رمان وندخله في الفرن او الاير فراير ونحطه على السلطه. استنوا سلطه الجزر الابيض في الفيديو اللي جاي وقولوا لي عايزين نجرب ايه تاني وبالهنا والشفا.